فيلمنا بيبدأ وبنشوف مجموعة أطفال بيشتغلوا في تلميع الجزم، وكان كل حلمهم إنهم يلعبوا كورة، وبسبب الفقر ما كانش معاهم حتى كورة حقيقية يلعبوا بيها، وعلشان كده بيقرروا يسرقوا شوية هدوم من المنطقة بتاعتهم وبيحطوا الهدوم دي جوه شراب علشان يقدروا يعملوا كورة، وبعدها بيلعبوا ماتش بالكورة اللي هم عملوها، وكانوا بيشوطوا الكورة لبعض من فوق السطوح، وبنشوف إن الكورة كانت تقيلة جدا، بس بالرغم من كده الأطفال كانوا قادرين يلعبوا بيها بسهولة وبمهارة كبيرة. بس في الآخر الكورة بتقع في بركة طين، وبعدها واحد من الأطفال دول واللي كان اسمه ديكو بيرجع البيت وقال لأمه إن هو وقع في النهر، وهو راجع مع أخوه الصغير زوكا، بس زوكا من غير قصد بيعرف أمه الحقيقة، وقال لأمه إن هو كان بيلعب كورة، وبنعرف إن أمهم كانت رافضة إنهم يلعبوا كورة خالص، فبتعاقبهم وبتمنعهم من إنهم يسمعوا مباريات كأس العالم. وبعد كده بنشوف والد ديكو واللي كان قاعد مع صحابه في بار، وكانوا بيسمعوا ماتش الكورة من الراديو، ودي كانت المباراة النهائية لكأس العالم سنة 1950 واللي كانت بين منتخب البرازيل ومنتخب أوروجواي، وكلهم كانوا مستنيين إن البرازيل تفوز. وفي نفس الوقت بنشوف إن الأطفال كانوا فوق سقف البار المكسور، وكانوا بيحاولوا إنهم يعرفوا أخبار الماتش من هناك، بس الماتش بيخلص بنتيجة بتزعلهم ومنتخب البرازيل بيخسر الماتش، ووقتها والد ديكو بيبدأ يعيط، ولما بيخرج من البار بيقابل ابنه، ولما ديكو بيشوف أبوه هو زعلان وعده إن هو هيكسب كأس العالم في يوم من الأيام علشان يخليه فخور بيه، وقال له أنا هكسب كأس العالم ده ليك، ووعده بعدها بكلامه ده. وتاني يوم والدة ديكو بتاخده معاها للشغل، وبنعرف إنها كانت بتنظف الأرضيات في قصر كبير، وقالت له إن حلم أبوه في الكورة كان انتهى بعد ما كانت اتصاب في ركبته، والنادي كان سابه من غير ما يعوضه عن أي حاجة، وقالوا له يمشي بعد إصابته دي، وقالت له إن أبوك ما كانش نفسه يبقى عامل نظافة، وعلشان كده كانت خايفة على ديكو ومش عايزاه يلعب كورة علشان ما يوصلش لنفس مصير أبوه. ولما بتطلع من المطبخ بيدخل شوية ولاد أغنياء وبدأوا يتكلموا عن بطولة جاية، وقالوا إن فالدمار دي بريتو هيحضر البطولة دي علشان يدور على لاعبين جدد ويقدر يضمهم لنادي سانتوس المعروف في البرازيل. والولاد وقتها فضلوا يتخيلوا نفسهم كأنهم لعيبة مشهورة، فديكو حاول يدخل معاهم في الكلام وقال لهم إنه هيبقى زي اللاعب بيليه بدل ما يقول اسم بيلي، فوقتها العيال فضلوا يضحكوا عليه علشان هو كان نطق الاسم غلط، ومن وقتها بدأوا ينادوه باسم بيليه. ووقتها واحد منهم سأل هو مين بيليه ده أصلا، هو أصلا اسمه بيلي، وخلاص احنا هنسمي الواد ده بيليه. وقائد الفريق بتاعهم اللي كان اسمه خوسيه بيشوط الكرة وبتقع في الجردل اللي مع ديكو، وفي اللحظة دي أم ديكو بترجع وبتعتذر للأولاد على تصرف ابنها بالرغم من إنه ما كانش عمل أي حاجة. وقبل ما ديكو يمشي خد حتة جورنال كان الأولاد جايبينها وكان فيها خبر عن بطولة الكورة، فديكو وقتها جمع فريقه علشان يشاركوا فيها، بس أخوه فكروا بوعدهم إنهم لازم يلمعوا الجزم علشان يقدروا يجمعوا أي فلوس، بس ديكو كان مصمم إن هو يشارك في البطولة دي، وراحوا عند منظمي البطولة وسجلوا أساميهم علشان يشاركوا فيها. وفي بداية البطولة بيواجهوا صعوبة مع الكرة الحقيقية لأنها كانت أخف بكتير من الكرة اللي كانوا بيتدربوا بيها، بس مع الوقت الفريق بدأ يتعود عليها وعملوا لنفسهم يونيفورم من ملايات السرير بتاعتهم. فواحد منهم سأله إذا كان هو اللي خيط ده، وهو وقتها رد عليه وقال له أيوة لأنه ما كانش معاهم أي لبس كورة. وبنشوف وقتها إن ديكو وأصحابه عملوا مستوى جامد في البطولة دي وقدروا إنهم يهزموا أغلب الفرق لحد ما بيوصلوا للمباراة النهائية، ووقتها بيلعبوا ضد نفس الأولاد الأغنياء اللي كانوا بيتريقوا على ديكو قبل كده، والفريق التاني كان أكبر منهم في السن وكمان كان مجهز نفسه بكل حاجة. ووقتها قعدوا يعايروا فريق ديكو وقالوا عليهم فريق الحفاة علشان كانوا بيلعبوا من غير جزم كرة حقيقية، والإهانة دي خلت فريق ديكو ياخد قرار إنهم لازم يجيبوا جزم للماتش الجاي، وعلشان يقدروا يوفروا فلوس الخطة بتاعتهم دي قرروا إنهم يسرقوا فول سوداني ويبيعوه علشان يقدروا يشتروا جزم مستعملة. بس الخطة دي كانت هتفشل لما الراجل بيشوفهم وهم بيسرقوا ووقتها بيجري وراهم، بس ديكو وأصحابه قدروا إنهم يهربوا، وبعد ما حمصوا الفول السوداني راحوا للسوق علشان يبيعوه للناس، وعلشان يقدروا يزودوا عدد الزباين بتوعهم قالوا إن أي حد هيشتري كيسين هيلمعوا له الجزمة ببلاش. وبنشوفهم وهم بيبيعوا في السوق بيوصل فريق الأولاد اللي كانوا لعبوا ضدهم وبدأوا إنهم يتريقوا عليهم تاني، ووقتها راحوا لبيليه وقالوا له بكام تلميع الجزمة، فهو قال لهم ما تقوليش كده. فواحد منهم قالوا له يعني ولو قلنا كده انت هتعمل ايه وانت عندك مشكلة؟ وبعدها راحوا اتريقوا على واحد من صحابه وقالوا هو ده بنت ولا ايه؟ ووقتها ديكو بيتعصب من كلامهم وبيضرب القائد بتاعهم والخناقة بدأت ما بينهم. ووقتها ابو ديكو كان شايف اللي بيحصل ده بس هو ما اتدخلش ما بينهم. ولما ديكو بيرجع البيت امه بتشوف الكدمات اللي في وشه ووقتها بتسأله هو ايه اللي
حصل، فقال لها ان المدرس ضربه، فهي اتعصبت جدا وقالت له انها هتروح المدرسة بكرة علشان تتكلم مع المدرس ده لانه ملوش حق ان هو يمد ايده عليه. بس ابو ديكو قال لها انه هو اللي هيروح يتكلم معاه. وتاني يوم ام ديكو بتروح للشغل بتاعها وابوه بياخده معاه، وكانوا رايحين البطولة، ووقتها بيسأله هو ليه اتخانق معاهم. ولما عرف ان الاولاد دول كانوا بيتريقوا عليه قال له لو عايز تبقى لاعب محترف ما تتكسفش ابدا من نفسك، ولا تتكسف حتى من منطقتك ولا من المكان اللي انت اتربيت فيه. ولما ديكو بيسمع كلام ابوه ده وقتها حس ان هو فرحان، وعرف وقتها ان ابوه واقف معاه. واخيرا بيجي يوم المباراة، وديكو وقتها بيلاحظ ان صاحبه اللي العيال كانوا تريقوا عليه ما كانش لابس النضارة بتاعته لانه كان خايف انهم ينادوه بابو 4 عيون تاني. وواحد تاني من صحابه كان لابس كاب علشان يخبي شعره الطويل. اما الولد التخين فكان جايب جزم مستعملة وكانت اكبر من مقاساتهم. وكل الناس اللي في المدرجات كانت بتشجع فريق ولاد الاغنياء. ووقتها المذيع بيقول ان فريق ديكو اسمه فريق الحفاة وان القائد بتاعهم اسمه بيليه. ووقتها ديكو بيتضايق من الاسم ده بس اصحابه بيهدوه. وبعدها المذيع بيرحب بالضيف الكبير بتاعهم واللي هو كان فالدمار دي بريتو اللي كان جاي يدور على لعيبة علشان ياخدهم لنادي سانتوس. واول ما المباراة بتبدأ الجزم الكبيرة ما كانتش ماشية معاهم وكانت بتعطلهم في اللعب وخلتهم ابطأ بكتير. والفريق التاني بدأ يستغل الفرصة دي وسجل هدف ورا التاني لحد ما النتيجة بقت 6-0. ووقتها ديكو واصحابه فقدوا الامل وكانوا متضايقين من لعب الفريق التاني لان كان في اخطاء كتير بتتحسب عليهم، والحكم كان منحاز للفريق بتاع ولاد الاغنياء. فديكو بيتعصب وبيجري علشان يهجم عليهم، وده بعد ما ندوب بيليه مرة تانية. بس هو فجأة بيقف لما بيشوف ابوه وسط الجمهور، ووقتها بيفتكر كلامه ليه لما قال له ما تتكسفش ابدا من نفسك. فقرر ان هو يقلع الجزمة ويلعب بالطريقة اللي هو متعود عليها زي لعب الشوارع. واول ما استلم الكورة قفل عينيه وافتكر وهو بيلعب في الحارة وبدأ يعدي من العيال واحد ورا التاني بمهارة كبيرة. وكل الجمهور وقتها كان متفاجئ من لعبه. ووقتها ديكو بيسجل اول هدف، وبسبب اللي هو بيعمله ده باقي الفريق بيتشجع معاه وخلاهم يحسوا انهم ما يتكسفوش من نفسهم. فكلهم بيقلعوا الجزم بتاعتهم ورجعوا يلعبوا من تاني بطريقتهم. وفجأة المباراة بتتقلب وفريق ديكو بقى مسيطر عليها، والفريق التاني كان واقف ومش عارف يعمل اي حاجة. وكل واحد في الفريق قدر يعدي من اللعيبة التانية ويسجل هدف لحد ما النتيجة بقت 6-5. بس وقتها المباراة بتخلص وفريق ديكو بيخسر الماتش. وبالرغم من خسارتهم الجمهور كله كان منبهر بالأداء اللي هم قدموه وبدأوا يهتفوا باسم بيليه. ووقتها واحد اسمه خوسيه بدأ يبص لديكو بغيرة. وفي نفس الوقت مصور الجورنال جا وخد صورة لفريق الحفاة. وبعدها فالدمار بيدي الكارت بتاعه لأبو ديكو، وفجأة بيشوفوا الراجل اللي سرقوا منه الفول السوداني. فكلهم بيجروا ناحية الغابة وهو وقتها بيجري وراهم. وبنشوفهم وهم بيجروا واحد من أصحاب ديكو بيقع، فديكو بيرجع بسرعة علشان يساعده وخدوا معاه علشان يستخبوا في حفرة صغيرة في الأرض. وبنشوفهم وهم مستخبيين صاحبه بيقول له بمهارتك دي هتقدر تطلع من الحارة بتاعتنا. وفجأة الدنيا بدأت تمطر والتراب بدأ ينهار. ووقتها ديكو قدر يطلع من الحفرة دي بسرعة بس صاحبه فضل محبوس جواها. فديكو فضل يصوت علشان يجيب حد يساعدهم. ووقتها الرجالة بيسمعوا صوته وبيجوا علشان ينقذوه بس للأسف ما قدروش ينقذوه. ووقتها الولد بيموت. ووقتها ديكو بيرجع البيت وهو زعلان وقعد يعيط قدام أمه وكان بيلوم نفسه على موت صاحبه. وبعدها بدأ يحكي لها على كل اللي حصل وعن البطولة اللي هم بيشاركوا فيها وعن الخناقة مع العيال الأغنياء دول، وإن هو كمان سرق الفول السوداني علشان يجمع فلوس يشتري بيها جزم، ووعدها إن هو مش هيلعب كرة تاني. فهي قالت له خلاص انت ما كنتش تعرف ان ده كله هيحصل. وبعدها ابو ديكو ادى مراته كارت فالدمار بس هي وقتها حطته في الدرج، وعلشان توري له نتيجة غيابه عن المدرسة طلبت من جوزها ياخد ديكو معاه للشغل تاني يوم. وتاني يوم ابو ديكو خد ابنه معاه للشغل وكانوا بيعملوا اصعب حاجة في المستشفى، وفضلوا شغالين في المستشفى وبينظفوا الحمامات وكمان كانوا بيشيلوا الحاجات بتاعة المرضى. وديكو وقتها كان زعلان جدا فابوه حاول يطلعه من الحالة دي وبدأ يلعب معاه بالمانجا، وقال له انه وهو صغير كان بيتدرب بالمانجا الخضراء على التسديد وبالمانجا المستوية على المهارة. بس ديكو ما كانش متفاعل مع ابوه لانه كان فاكر الوعد اللي هو اداه لامه، ورفض حتى ان هو يلعب الكرة مع اصحابه. ووقتها بيرمي الجورنال اللي كانت صورتهم فيه. وفي يوم ابوه بيحاول يرمي مانجا في الصندوق بس هو معرفش، وديكو وقتها ما قدرش يمسك نفسه وخد المانجا ورماها هو في الصندوق ووقتها نزلت فيه على طول. فساعتها ابوه قال له ان هو كان بيمثل عليه، وبعدها رمى مانجا تانية ودخلها في ابعد صندوق. وديكو وقتها اتحمس وبدأ يتدرب مع ابوه بالمانجا، ومن وقتها ابوه بدأ يعلمه كل مهاراته. وبعد كام سنة ديكو بقى
بقى عنده 15 سنة وبقى بيتعامل مع المانجا بسهولة. ووقتها أمه بتشوفه وهو بيتدرب مع أبوه وفضلت تفكر طول الليل، وفي الآخر قررت إنها تكلم مع الكشاف بتاع المواهب اللي هو كان فالدمار، وجابته علشان يشوف تدريب ديكو من بعيد. ولما ديكو بيرجع البيت اتفاجئ إن فالدمار مستنيه جوه، وفالدمار وقتها قال له يجي علشان يشارك في اختبارات نادي سانتوس. ووقتها ديكو بيودع أهله وبيسافر لسانتوس، وبنشوف بعد كده ديكو بيشارك في الاختبارات بتاعة الفريق، والمدرب وقتها بيقول لكل اللعيبة إن هم ينسوا الطريقة اللي اتعودوا عليها ويتعلموا أسلوب أفضل فرق أوروبا. وكان بيزعق لديكو لأنه كان متمسك بطريقته في اللعب. وبعد ما الاختبارات بتخلص كل اللعيبة بتتجمع في المبنى علشان يعرفوا مين اللي اتقبل ومين اللي اترفض من النادي. ولما ديكو بيدور على اسمه في قائمة الفريق بتاع الناشئين ما بيلاقيش اسمه موجود فيها، ووقتها بيزعل جدا وبيقرر ان هو يسيب المعسكر. بس بعدها المساعد بيعلق قائمة الفريق بتاع الشباب، ولما ديكو بيبص فيها بيلاقي وقتها اسمه موجود. ومن هنا بدأت رحلته في التدريب، وكان لازم وقتها يتعلم من جديد ازاي يشوط الكرة بوش رجله. وبعد كل تدريب المدرب كان بيوريهم مباريات كورة، وكان دايما بيقول لهم ان البرازيل خسرت ماتشات كتير بسبب طريقة اللعب بتاعتهم. وبالليل بنشوف ان فالدمار كان بيبص على ديكو وهو بيتحاول يتعلم الطريقة الجديدة، بس كانت كل محاولاته بتفشل. وبعد كده بنشوف ديكو بيحاول يشوط ضربة جزاء بس هو ما بيقدرش ان هو يجيبها، واصحابه كلهم كانوا متضايقين لانه ما كانش بيعرف يسجل. وفي نفس الليلة بنشوف ان ديكو ما قدرش يمسك نفسه وفضل يعيط، ووقتها قرر ان هو يطلع من المعسكر. ولما فالدمار شافه وهو طالع بشنطته لحقه عند محطة القطر وسأله هو ماشي بدري كده ليه، فديكو رد عليه وقال له ان هو حاسس ان طريقة لعبه مش مقبولة هنا، وان المدرب ما بيحبهوش، وان هو لو ما رجعش المدرسة دلوقتي هيفضل طول عمره ينظف حمامات. ففالدمار رد عليه وقال له ان المشكلة ان هو ما بيلعبش بطريقته. وبعدين بدأ يحكي له حكاية الاسلوب اللي هو بيلعب بيه، وقال له ان في بداية القرن ال16 البرتغاليين وصلوا للبرازيل وكان معاهم عبيد من افريقيا، وكتير منهم هربوا للغابات علشان يحموا نفسهم، وهناك قدروا يعملوا اسلوب خاص بيهم وهو اسلوب الجنجا اللي كانت اساس رياضة الكابويرا. ولما العبودية انتهت الكابويرا دي اتمنعت، فساعتها لعيبة الكابويرا لقوا ان الكرة افضل طريقة يمارسوا بيها الجنجا من غير ما يتقبض عليهم. ومع الوقت الاسلوب ده بقى جزء من البرازيل. بس بعد ما خسروا كاس العالم سنة 1950 ناس كتير بدأت تفكر ان الجنجا دي كانت هي السبب في خسارتهم. وبعدها فالدمار بيقول له ان الجنجا جزء من شخصيته، وان هو لازم يوري العالم هو مين بجد، والا ياخد بعضه ويركب القطر ويمشي، وعمره ما هيعرف كان ممكن يوصل لايه بعد كده. وبعدها فالدمار بيسيبه وبيمشي، واول ما القطر بيوصل المحطة ديكو وقتها قرر ان هو يفضل مكانه. وتاني يوم وهم في المباراة ديكو ما كانش عارف يلعب كويس، ولعبه ده بيضايق المدرب، ووقتها بيحس ان هو محبط، فافتكر تدريبه مع ابوه بالمانجا وشاف فالدمار وهو بيشجعه من بعيد، فقرر ان هو يرجع لطريقته وبدأ يعدي من اللعيبة، وفي الاخر بيرفع الكرة في الهوا زي ما كان بيتدرب بالمانجا وبيجيب جول بطريقة جامدة. وكل اللعيبة وحتى اللعيبة المنافسين كانوا مبسوطين من الهدف بتاعه ده. فالمدرب بيناديله وقال له انت ايه اللي انت عملته ده؟ فديكو رد عليه وقال له ان هو اسف ومش هيعمل كده تاني، بس اتفاجئ لما المدرب قال له انت لازم تعملها تاني. وديكو وقتها فضل يبهر كل اللي موجودين وجاب 4 أهداف في المباراة دي. وبعدها الجرايد كلها بدأت تكتب عنه واسمه بدأ ينتشر رغم انه كان اصغر لاعب في الفريق. وفي نفس الوقت بنشوف ان ابوه كان بيسمع كل ماتشاته. وفي ليلة فالدمار بيشوف ديكو وهو بيتدرب بطريقته القديمة واستغرب لما شافه بيضيع كل التسديدات، بس بعدها فهم ان ديكو كان بيشوط على العارضة كل مرة وهو قاصد. وبعدها بفترة بيحطوا القوائم بتاعت اللعيبة الجدد، ولما ديكو بيدور على اسمه ما بيلاقيهوش موجود معاهم، بس بنعرف ان هو طلع من فريق الشباب للفريق الاول. ومن بعدها بدأ يلعب ماتشات قدام فرق كبيرة وناس كتير بقت بتيجي علشان تتفرج عليه وعلشان يشوفوا الولد اللي عنده 15 سنة والطريقة الجامدة بتاعته في اللعب. وفي يوم ديكو بيجي لها طلب توصيل وهي ما كانتش طلبت اي حاجة، وبنعرف وقتها ان ديكو رجع البيت وعمل لهم مفاجأة وكان جايب لهم معاهم هدايا كتير ومنها بوتاجاز جديد لأمه. فهم قالوا له انت عارف ان مفيش غاز هنا، فهو رد عليهم وقال لهم ان احنا ممكن نستخدمه كترابيزة. وبعدها ادى لابوه راديو صغير علشان يسمع ماتشاته عليه. وبعدها اخو ديكو بيقول لهم احنا كده لازم نسمع اعلان قائمة منتخب البرازيل بكرة، بس امهم قالت لهم ان هو بكرة لازم يروح المدرسة وابوه لازم يروح الشغل. فديكو قال لهم ملهاش لازمة انكم تستنوا الاعلان لان انا لسه صغير على منتخب البرازيل. بس بالرغم من كده كلهم بيقعدوا علشان يسمعوا اعلان القائمة وكانوا كلهم متوترين، وديكو ما كانش مستني اصلا ان هو يبقى في القائمة دي. بس المفاجأة ان اسمه كان موجود معاهم وهو
وهو وقتها كان مصدوم ومش مصدق نفسه ان هو خلاص بقى في المنتخب والعيلة كلها بقت فرحانة. وقبل ما يسافر ابوه قعد يتكلم معاه وقال له ان من سنة 1950 وروح البرازيل بتموت مع كل ماتش، وان كل الامل دلوقتي بقى موجود فيه. وبعدها اداله الفانيلا القديمة بتاعته واللي كان مكتوب عليها بيليه. فديكو قال له ان ده الاسم اللي الاغنياء كانوا بينادوه بيه وبيتريقوا عليه. فابوه رد عليه وقال له لا، ده الاسم اللي انا ناديتك بيه لما شفتك بتلعب بالجنجة. وبعدين بدأ يحكي له قصته لما كان لاعب محترف، وقال له ان هو كان نفسه يلعب بالجنجة دي، وفي مرة قدر يسجل 5 أهداف بالراس في ماتش واحد. بس في الماتش ده اتصاب إصابة خطيرة وكانت السبب في ان هو يبطل لعب الكرة من تاني. ووقتها كان مفكر ان الجنجة كانت هي السبب في ده. وبنشوف بعد كده بيليه بيسافر مع المنتخب، وفجأة واحد من اللعيبة زمايله بيزقه وبيقول له ان هو كان بيهزر، وبيبدأ يرحب ببيليه وبيعرفه على كل لعيبة المنتخب. بس كان اكتر واحد الصحفيين مهتمين بيه كان هو خوسيه، نفس الواد الغني اللي كان بيتريق على بيليه وهو صغير. ووقتها بيقول للصحفيين ان هو من اصول ايطالية وان هو اتدرب على الطريقة الاوروبية. وبعدها بدأ يتريق على بيليه وقال ان هو ما عندهوش اسلوب اللعب الاوروبي الحديث. والصحفيين وقتها هم كمان فضلوا يتريقوا عليه بسبب اسلوب لعبه. ولما بيليه حاول ان هو يرد عليهم، مدرب المنتخب خد منه المايك وقال للصحفيين ان المنتخب مش هيلعب بالجنجة مرة تانية. وبعدها مدرب المنتخب خد بيليه وقعدوا يتكلموا لوحدهم وبدأ يحذروا من اللعب بطريقة الجنجة. وتاني يوم بيليه حاول يلعب بالطريقة الأوروبية زي ما المدرب طلب منه، بس الموضوع ده كان صعب عليه. وفي نفس الوقت خوسيه فضل يتريق على اللعيبة اللي بتلعب بالجنجة قدام الصحفيين وقال ان طريقة لعبهم وحشة جدا. فبيليه قال لصاحبه انهم بيلعبوا وحش لانهم مش بيسمحوا لهم يلعبوا بطريقتهم. فصاحبه رد عليه وقال له اتمنى يعني ما تكونش بتفكر في اللي انا بفكر فيه. وقال له اللي حصل سنة 50 يمكن احنا فهمناه غلط، وكل اللي انا اعرفه ان المدرب هيختار التشكيل الاساسي النهارده، ولو وريته انك تقدر تلعب زي خوسيه يمكن يبقى عندك فرصة، بس لو لعبت بالجنجة مش هيختارك ابدا، واعتبر مش هتفرق الدكة دي خالص. وبعدها المباراة اللي المدرب هيختار بها التشكيل بعد كده بتبدأ، وبيليه فضل يحاول انه يلعب بالطريقة الأوروبية بس هو ما قدرش يكمل، وفي الاخر قرر ان هو يلعب بطريقة الجنجة. فالمدرب فضل يزعق له وطلب منه يبطل يلعب بالطريقة دي، وكمان باقي اللعيبة كانوا متضايقين من اللي هو بيعمله. فبيليه وقتها بدأ ان هو يشك في نفسه، وده خلاه يعمل حركة غلط ووقتها ركبته بتتصاب. ولما دكتور الفريق بيكشف عليه قال ان الإصابة دي ممكن تحرمه من كأس العالم. وبنشوف بيليه بالليل بيتصل بأمه وقال لها ان هو اتصاب، وقال لها كمان ان هو مش عارف هو هيلعب تاني امتى، وان هو كان لازم يكمل دراسته ويسمع كلام امه ويسيبه من لعب الكورة. بس امه وقتها بتقول له ان هو لازم يتمسك بالامل ويهتم بنفسه، وقالت له احنا خدنا القرار ده مع بعض وده كان القرار الصح، وان انا وابوك بنحبك مهما حصل. وتاني يوم الدكتور بيقول له ان هو ما يعرفش هيحتاج قد ايه علشان يخف، بس الوقت كان فات وما كانش ينفع يجيبوا اي لاعب مكانه. فعلشان كده المدرب قرر ان هو ياخده معاه للسويد. وبسبب اصابته دي الصحفيين فضلوا يتريقوا من الجنجة وقالوا ان في واحد من لعيبة البرازيل اتصاب وهو بيحاول يلعب بالطريقة دي. وبنشوف بعد كده بطولة كاس العالم في السويد بتبدأ، ولاعيبة السويد بدأوا يتريقوا على منتخب البرازيل بسبب ان اللعيبة بتوعهم كانوا قصيرين، وبسبب كمان طريقة لعبهم اللي هم كانوا شايفينها طريقة بدائية. وبنشوف في الوقت ده ان الدكتور كان بيعالج ركبة بيليه، ووقتها بيقول له ان الحكام هنا بياخدوا الكرة بعد كل ماتش، بس كمان قال له ان هو اللي هيرجع بكرة البطولة للبرازيل بعد ما يفوزوا بكاس العالم. ووقتها بيليه بدأ يتحسن شوية. وفي نفس الوقت منتخب البرازيل بيكسب اول كام مباراة، بس بسبب ضغط المباريات اكتر من لاعب بيتصاب واللي كان منهم خوسيه. فالمدرب وقتها بيضطر ان هو يخلي بيليه يشارك في المباريات، بس كانت لسه ركبته ضعيفة شوية. ولما المدرب بيسأل الدكتور اذا كان هيقدر يستحمل ولا لا، فهو قال له ان هو هيقدر يلعب بيها بس هيكون عنده شوية ألم بسيط. ولان ما كانش فيه بديل المدرب بيطلب من بيليه ان هو ينزل يلعب، وبيليه وقتها كان متوتر. وقبل ما الماتش بيبدأ الدكتور بيروح لبيليه وبيطلب منه ان هو ما يلعبش بالجنجة علشان ركبته ضعيفة، واي اصابة فيها تانية معناها كده ان هو هيخسر حلمه خالص. وبعدها بيليه بينزل للملعب مع باقي اصحابه، والمعلقين وقتها فضلوا يضحكوا عليه وقالوا ان هو صغير جدا. ومش بس المعلقين، ده الجمهور كمان كان بيتريق عليه. وبنشوف في الماتش بيليه كان بيحاول يلعب بالطريقة الأوروبية زي ما المدرب طلب منه، بس لعيبة الاتحاد السوفيتي كانوا بيخبطوا فيه طول الوقت. وبالرغم من كده البرازيل قدرت انها تكسب الماتش وبتروح بعد كده لنصف النهائي، والماتش
الماتش ده كان قدام فرنسا، والبرازيل بتخلص الشوط الاول وهي كانت خسرانه 1-0. وبين الشوطين بيليه بيبص حواليه في اوضه اللبس وبيشوف صحابه المصابين وكانوا كلهم زعلانين، فعلى طول بيروح لخوسيه وبيطلب منه ينزل مكانه لو رجله بقت احسن، بس خوسيه بيقول له ان هو مش جاهز نفسيا يلعب كوره. وبعدين بيقول له فاكر اليوم اللي وريت فيه الناس ان الجنجه كانت جزء جميل مننا؟ هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. ولما الشوط التاني بيبدا بيليه بيرجع الماتش، ولما بيضيع تمريره بيبص وقتها لخوسيه، بس خوسيه بيبص له وبيهز له راسه وهو بيشجعه. فساعتها بيليه بيجري على الكوره وبيبدا يراوغ كل اللعيبه، والمدرب وقتها فضل يزعق له وبيطلب منه ان هو يرجع لورا، بس بيليه ما بيسمعش كلامه. والجمهور كله اتفاجئ لما بيليه بيرفع الكوره فوق اللعيبه وبيسجل جون جامد. وبنشوف في الوقت ده ان ابوه كان بيتفرج عليه في البار، وبعد ما النتيجه بقت تعادل بيليه بيسجل هدفين كمان. ووقتها البرازيل بتكسب المباراه دي وبتوصل للمباراه النهائيه، والمعلقين ما بقوش يتريقوا عليه وبداوا يقولوا عليه بيليه المعجزه اللي عنده 17 سنه. وبعد ما الماتش بيخلص الاب بيرجع البيت وبيقول لاهله ان ابنهم كان احسن واحد في الماتش وكمان سجل 3 اهداف. وقبل نهائي السويد المدرب بتاع الفريق بيجمعهم كلهم وطلب منهم يلعبوا بالطريقه الاوروبيه، وبدا يعلمهم شويه خطط تكتيكيه وقال لهم يقلدوا طريقه لعب منتخب السويد. وفي التدريب حاول يخليهم ينفذوا الخطط دي، بس لعبهم ما كانش بيتحسن. وبعدها الفريق كله بدا يتفرج على منتخب السويد وهو بيلعب المانيا، ومنتخب السويد وقتها كان معروف بلعبه العنيف، ولاعب من المانيا اتصاب بسبب تدخلاتهم ومشواره الكروي انتهى، وده بيخلي لعيبه البرازيل خايفه منهم جدا. وفي المؤتمر الصحفي مدرب منتخب السويد فضل يتريق على طريقه لعب البرازيل، وقال لو هم لعبوا بنفس الطريقه دي هيخسروا النهائي تاني زي سنه 1950. وبدا يقلل من كل اللعيبه واحد ورا التاني، وقال عن دلجاما سانتوس ان ايده اتشوهت بسبب حادثه في مصنع وهو صغير، وكمان قال عن جارينشا ان هو اتولد بعمود فقري مشوه وان هو عنده رجل اقصر من التانيه. والكلام ده بيضايق مدرب البرازيل وبيسيب المؤتمر وبيمشي. وبالليل بيليه بيتصل بابوه وبيحكي له عن حاله الفريق، فابوه قال له يجمع الفريق زي ما كان بيعمل وهو صغير، وكمان قال له انا سمعت انهم بقوا ينادوك باسم بيليه، فهو قال له ان هم اللي بدأوا والاسم ده شكله سخيف ونحس عليه. فابوه قال له لا دي علامه، ودلوقتي جه وقت بيليه. وتاني يوم بيليه بدأ ينطط الكرة في كافيتيريا الفندق، وحاول ان هو يشجع كل لعيبه البرازيل ويلمهم حواليه، وقال لهم يتحدوه انهم يوصلوا بالكرة من الفندق لحد الحوش من غير ما تلمس الارض. بس شويه من اللعيبه طلبوا منه ان هو يبطل هزار، ووقتها خوسيه وقف مع بيليه وبدأ معاه التحدي، وواحد ورا التاني بدأوا يشاركوا معاهم وقعدوا يبصوا الكرة من غير ما تقع على الارض. وبنشوفهم وهم بيلعبوا بيوقعوا طبق السكر على ترابيزه واحد من نزلاء الفندق الاغنياء، ووقتها بيليه بيقول له انا اسف يا فندم. والراجل ده كان هو بيليه الحقيقي اللي كان طالع في الفيلم بدور شرفي. والمدرب لما بيشوفهم كده بيتضايق منهم، بس هم فضلوا مكملين لحد ما طلعوا بالكرة بره الفندق من غير ما تلمس الارض. ولما بيليه جه يشوط اخر شوطه وقتها وقع في الميه. وتاني يوم المدرب جمع الفريق وقال لهم ان هو كان غلطان لما حاول يعلمهم الطريقه الاوروبيه، وقال ان هو لما شافهم بيلعبوا امبارح عرف ان الجنجه هي اسلوبهم الحقيقي وهي دي اللي بتميز كره البرازيل، وقال لهم لازم يلعبوا النهائي بطريقتهم هم ويوروا العالم جمال الكره البرازيليه. واخيرا بيجي يوم النهائي والمنتخبين كانوا جاهزين، ولان لون القميصين كان متشابه منتخب البرازيل بيلبس الفانيلا الزرقاء، والمباراه بعدها بتبدا ولاعيبه السويد فضلوا يزقوا بيليه علشان يعملوا له اصابه. وبعد 4 دقايق السويد بتسجل اول هدف، وجماهير البرازيل كانت زعلانه جدا، وبنشوف ان لعيبه السويد كلها فضلت محاصره بيليه علشان ما يمسكش الكوره. وفي الوقت ده كانت بيليه ما كانتش قادره تستحمل التوتر، فبتشغل الراديو اللي ابنها كان جابه لابوه وبتبدا انها تسمع الماتش. وفي الوقت ده لعيبه البرازيل بداوا يرجعوا للمباراه من تاني، ووقتها بيليه بيعمل اسيست وبيجيبوا اول هدف. وبعد اول هدف منتخب البرازيل فضل يسجل هدف ورا التاني، وبيليه وقتها هو كمان بيسجل، والجماهير كلها كانت فرحانه. ووقتها بيليه بتجري على البار وبتشوف ابنها وهو بيقرب يحقق حلمه. وبعد شويه صفاره النهايه بتضرب والمباراه بتخلص بنتيجه 5-2، والبرازيل بتفوز باول كاس عالم ليها. وبيليه بيقع على الارض من الفرحه، وكل لعيبه البرازيل بيجروا عليه وبيشيلوه على اكتافهم، والبرازيل وقتها بتحتفل بالفوز التاريخي ده. وفي نفس الوقت دكتور المنتخب بياخد كرة المباراة زي ما كان وعد بيليه بيها. وبعدها الفيلم بيعرض مشاهد حقيقية بعد فوز البرازيل بالنهائي، وبيليه وقتها كان بيقول إن كل حاجة وقتها كانت شبه الحلم. وبنشوف بعدها أمه وأبوه طلعوا علشان يستقبلوه، وأبوه وقتها فكروا بالوعد اللي هو قاله له من 8 سنين إن هو في يوم من الأيام هيكسب كاس العالم ويخليه فخور بيه. ورئيس البرازيل وقتها هو كمان بيقول إن بيليه ده يعتبر كنز وطني ليهم. وفي سنة 1961
بيليه بيسجل الرقم القياسي لأكتر لاعب بيسجل أهداف وكمان أصغر لاعب بيسجل هدف في كأس العالم، وبيليه كمان فضل اللاعب الوحيد اللي كان كسب 3 بطولات كأس عالم. وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص لسهرة النهاردة، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، وما تنساش كمان تنضم لجروبنا وقناتنا على فيسبوك. وبس كده، اشوفكم على خير، سلام.